السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات شيف ماما حنان. الفيديو ديال اليوم هو فيديو غير اعتيادي لانه فيديو مشترك بين اكبر القنوات على اليوتيوب المغربي. هذا التعاون كيضم 20 يوتيوبرز مغربيه. غادي نقدموا طاوله رمضانيه كامله مكموله ان شاء الله الرحمن الرحيم، كتجمع بين المالح والحلو، وباش يكون تنويع اكثر تقسمنا الى 5 مجموعات، وكل مجموعه كتضم 4 ديال القنوات. بالنسبه لروابط القنوات غادي تلقاوهم في صندوق الوصف تحت لا فيديو. بالنسبه للمجموعه ديالي كتضم 4 ديال القنوات. غادي نبداو بقناه فضاء صفاء اللي غادي تقدم لنا كورني مالح بالكروفيت ومعسله قريوش الورده. شيوه العربي اللي غادي تقدم لنا ضفيره مالحه او كيكه بالكنافه بنكهه الحامض. قناه ريسيب عرب اللي غادي تقدم لنا فطائر تركيه بلبسه مغربيه وعصير منعش بالخوخ. وطبيعه الحال المشاركه ديالي اللي غادي تكون بسطيلات بالدجاج والمشماش واللوز وشوربه الخضار بالدجاج. المقادير ديال البسطيله غادي نحتاج كيلو ونص ديال الدجاج اللي قطعته طريفات، 500 غرام ديال البصله 6 ديال الحبات ديال البيض، نص معلقه صغيره ديال البزار ونص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم وربع معلقه صغيره ديال راس الحانوت. بطبيعه الحال غادي نحتاجوا الملحه، غادي نحتاج معلقه كبيره ونص ديال العسل الحر حتى لجوج ديال المعالق على حسب الذوق ديالكم، 150 غرام ديال اللوز اللي حمرته في شويه ديال الزيت وطحنته مع 50 غرام ديال السكر سنيده. غادي نحتاج 150 غرام ديال المشماش اللي غادي نعسلها في طريفات ديال السكر وشويه ديال القرفه وربعه ديال الحبات ديال القرنفل. وبطبيعه الحال غادي نحتاجوا الورقه ديال البسطيله. كيف ما كتشوفوا درت الدجاج في واحد الطنجره، درته مع زيت الزيتون تقريبا واحد نص كاس عامر ديال زيت الزيتون مع التوابل اللي قلت لكم غادي نديرهم يتشحروا، وعاد غادي نضيف ليهم البصل. بعد ما كنخليو داك الدجاج كيتشرمل في التوابل ديالو وكيتشحر مزيان كنضيفوا ليه البصله. غادي نغطيها وما غاديش نضيف ليها الماء نهائيا، غادي نخليها كيطيب داك الدجاج غير في داك الماء اللي كتطلقوا لينا البصله. غادي نغطي الطنجره ونديرها على عافيه مهيله كطيب. بالنسبه للمشماش قطعته طريفات صغار بعد ما سلقته في الماء واحد 5 ديال الدقائق، غير كطلع ديك الغليه كنصفيوه. كيف ما كتشوفوا درتو انا في شويه ديال الماء. غادي نضيف ليه 6 ديال الطروفه ديال السكر والعويدات ديال القرنفل وشويه ديال القرفه، وغادي نخليهم فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كيتعسل ليا نهائيا. هو اللي غادي نضيفو مع اللوز باش نعمرو البسيطلات ديالنا. بالنسبه للشوربه غادي نحتاجوا ليها 3 ديال الحبات ديال الجزر، انا حكيتهم في الحكاكه اللي كتكون غليظه، حبه ديال البصله قطعيناها شرائح طويله، 3 ديال الحبات ديال اللفت، عندي هنايا الكرنب ولا الكرم مقطعته هو طويل، 3 ديال الحبات ديال القرعه وجوج ديال الحبات ديال البطاطا. كلشي هادشي درتو في الحكاكه الغليظه. غادي نحتاجوا شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير والملحه. غادي نحتاج 150 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، 2 معالق كبار ديال الحليب نيدو، معلقه كبيره ديال المايزينا، 3 ديال الحبات ديال جبنه الكيري، وغادي نحتاج زيت الزيتون بطبيعه الحال. فواحد الطنجره كندير شويه ديال زيت الزيتون وكندير الكرم اللفت والبصل الدجاج والجزر، غادي نشحرهم مزيان. ما كتشحر ديك الخضر كنضيفوا ليها البزار سكينجبير وداك المعلقه الكبيره ديال المايزينا. كنحركوا كلشي الخضر مع المايزينا ومع ديك التوابل مع الملحه حتى هي، كنخلطوا كلشي وكنمرقوا اما بمرق الدجاج الا بغيتيو اولا بالماء العادي. بعد ما كنحسوا بداك الخضر ديالنا طابت كنضيفوا في الاخير البطاطا والقرعه لان ما كياخذوا ليناش وقت كثير، وكنضيفوا 2 معالق كبار ديال الحليب نيدو اولا بودره الحليب. اللي ما بغاش يستعمل بودره الحليب ممكن يستعمل حتى الحليب العادي، واحد الكاس كبير ديال الحليب. غادي نردهم فوق البوطه يغليو وفي الاخير غادي نضيف جبنه الكيري. بعد ما كيطيب داك الدجاج كنزولوه كنحطوه في واحد الصحن نخليوه حتى كيبرد، وغادي نزولوا ليه الجلده والعظم ونحتفظوا غير بالطريفات ديال الدجاج. بالنسبه للبصله غادي نردها من فوق البوطه وغادي نخليها حتى كتشحر حتى كتعسل مزيان، ونضيف ليها داك المعلقه ونص ديال العسل. بعد ما كطيب ديك البطاطا والقرعه ودابا في الاخير كنضيفوا الجبن ولا جبنه الكيري اولا الجبن المثلث، كردوها للبوطه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق وحنا كنحركو حتى كنحسوا بداك الفروماج راه داب لينا، وكنقدموها بصحه وراحه. بعد ما كتشحر لينا البصله كيف ما كتشوفوا كتبقى البصله على جنب والزيت على جنب، كنضيفوا ليها ديك المعلقه كبيره ديال العسل ونص حتى 2 المعالق على حسب الذوق ديالكم. مازال غادي نردها للبوطه حتى كتقرمل ليا وكتولي داك البصله كراميليزي. غادي نصفيها من الزيت وغادي نخلي ديك الزيت على جنب، هذيك الزيت هي اللي غادي نطيب فيها البصله.
كيف ما كتشوفوا البصله بعد ما تعسلت كان هذا هو الشكل ديالها. كتجمع كلها وكتبقى لينا هذا الزيت. انا غادي نديرها في واحد الشبيكه ولا صفايه تستقطر ليا مزيان من الزيت. وبالنسبه لهذا الزيت هي اللي غادي نطيب فيها البيض. بعد ما كنصفي ديك البصله اللي درتها في تستقطر من داك الزيت غادي نضيف البصله لهاد الزيت اللي متبقيه وغادي نردها من فوق البوطه على عافيه مهيله. رد لها المغطى مره كنبدا كنحرك فيها حتى كنحس بها طابت تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. بعد ما كيطيب البيض كيف ما كتشوفوا كيولي الشكل ديالو على هذا الشكل كنخليوه حتى كيبرد تماما. بالنسبه للدجاج انا زولت له العظم ديالو غادي نضيفه مع البيض حتى هو نفس الشيء. وغادي نضيف معاهم هاد البصله المعسله وغادي نخلط الكل بيديا. نحاول هاد الدجاج كله ندخل ليه ديك البصله المعسله هكا على هاد الشكل ويتخلط ليا البيض حتى هو مع الدجاج. بالنسبه للمشماش معسل واللوز حتى هو نفس الشيء كنديروا في واحد الزليفه وكنخلطوهم مزيان لان غادي نديروا الخليط ديال الدجاج والبيض ومن الفوق غادي نديروا داك المشماش المعسل واللوز. بالنسبه للمونتاج ديالهم انا خديت زليفه هكا دائريه لان بغيت نحصل على شكل دائري. كيبقى لكم كامل الاختيار. عندنا الورقه اللي ديجا مدهونه بالزيت والتزليفه نفسها راها كنت دهنتها بشويه ديال الزيت. كندير الحشوه ديالي داك الخليط ديال الدجاج والبيض والبصله المعسله اللي فعلا كتجي كتعطي واحد المذاق اللي هو هائل. وكندير داك الخليط ديال المشماش معسل مع اللوز حتى هو كنحاول ندير هكا وكنفرقوا على بسطيله. بالنسبه لهذا الشكل ديال البسطيلات ممكن ديروا حتى حجم عائلي. وكنجمع هكا كندهن الجنيبات بشويه ديال البيض باش نجمع ديك البسيطله ديالي. كنجمعهم على هذا الشكل. انا الورقه عندي هنايا درتها صغيره ولكن ملي كتكون ورقه كبيره كتقسموها على 4. كناخذ ورقه اخرى كيف ما قلت لكم الورقه انا درتها هكا صغيره على حسب بسيطلات صغار وكندهن لهم هاد الجنيبات كلهم كندهنهم هكا بواحد الدهنه غير خفيفه بالبيض. وكنبدا كنجمع ما كنحتاجوش الزلافه ملي كنكونوا جمعنا ديجا البسيطله كنجمعوها على هذا الشكل. ودائما وانا كنلصق بالبيض كنحصلوا على هذا الشكل. بعد ما حضرتهم حطيتهم في واحد لاطه مغطيه بورق ديال الطهي كندهنهم بشويه ديال الزيت ماشي كنكثروا غير بواحد الدهنه خفيفه. كنحط شيته في الزيت وكندير واحد رشه خفيفه عليهم. غندخلهم في الفرن مسخن على 180 درجه حتى كيتحمروا بين 170 حتى 180 درجه لان ما نديرلهمش عافيه مجهده باش ما يتحرق ليناش الورقه الفوقانيه والداخل كيبقاو لينا معشنين. خصهم يطيبوا على خاطرهم. اذا غادي ندخلهم حتى يطيبوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. بالنسبه للتزيين ديالهم انا دهنت هنايا بشويه ديال العسل. عندي اللوز المحمر كنديروا فيها هكا على هذا الشكل وكناخذ شويه ديال السكر كلاصي كنديروا لهم في الجنيبات على هذا الشكل. كتبقى هذه مجرد فكره كتقدموهم على حسب الذوق ديالكم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفتين ديالنا. كانت شوربه بالخضر بمذاق الدجاج وكانوا بسيطلات صغار بالدجاج وبالمشماش وباللوز كيجيو فعلا لذاذين بزاف. الاهم من هادشي كله انهم اقتصاديين. نتمنى ان الوصفتين ديال هذا النهار يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما نساوش ديروا لايك للفيديو تنموا القناه ديالي باش توصلوا بكل ما هو جديد من مطبخي. وما تنساونيش من التعليقات ديالكم لان الاراء ديالكم كلها فعلا كتهمني. ونتلاقاو يوم الغد ان شاء الله الرحمن الرحيم مع وصفه جديده كلها نشاط وكلها حيويه.